بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ده شكل الكيك بتاعتي السويس رول اللي عملتها معاكم، والطريقة على القناة الأصلية. لذيذة جدا وبسيطة قوي، معمولة ببيضتين 2 بس وباكو شوكولات، وحاجة خفيفة ولذيذة وكتير تكلفتها رخيصة في البيت، أحلى من بره بكتير، مع فنجان شاي ومع قعدة حلو كده جميلة، وبالهنا والعافية عليكم. اللي يعجبه الفيديو يعمل لنا لايك وشير ويشترك معانا في القناة، يوصلك إن شاء الله كل جديد، ويبسطني لو كتبتوا لي تعليق. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بالهنا والعافية عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده سويس رول. معايا بيضتين وكاستين سكر، خل، فانيليا، رشة ملح، كاسة الا ربع زيت، والخلاط شغال. حطيت كوباية حليب، ودول دلوقتي كوباية ونص دقيق، ونص كوباية كاكاو، ومعلقة بيكنج باودر كله منخول. السمك نص سنتي تقريبا. اخدت معايا في الفرن بالظبط 12 دقيقة. اول ما تطلع من الفرن هحرر الاطراف بتاعتها بسرعة علشان ما تنشفش مني لما اجي اقلبها، وهغطيها بورق زبدة. هرش وشها سكر بودرة وبعدين اقلبها على الورقة. هشيل حفتها الناشفة دي وبلفها. سيحت شوكولاتة وعليها شوية كريمة، غليت الكريمة وحطيت فيها الشوكولاتة وحطيت عليهم البندق. هصب الشوكولاتة على الكيك بتاعي بس كده. هفرده على الكيكة او الرق الاصح بتاع الكيك، لان هو خفيف. حطيت الكريمة وهبتدي افردها عليها. هلفها وادخلها الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دي الكيكة بتاعتي بعد ما خلصت السويس رول، مملاها ببيضتين 2 بس. ويلا نقطع حتة كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف ايه الحكاية. بسم الله. وده المنظر بتاعها. very soft وجميلة قوي، وفيها الكريمة من جوه والشوكولات والفراولة ما فيش حد ما بيحبهاش. واللي يعجبه الفيديو يشترك معنا في القناة ويعمل لنا لايك وشير، وهيساعدني تعليقاتكم عليها. وبالهنا.